حدوتتنا النهاردة يا حلوين هتتكلم عن فخارة الموزة الضاني. عايزة أقول لكم إن حدوتة حلوة جدا ومشوقة جدا. خليكم معايا للنهاية وانتوا هتحكموا بنفسكم. حدوتتنا بتتكلم عن أب في يوم من الأيام عزم مراته وولاده على فخارة موزة ضاني في الأماكن اللي بتقدم المندي والحاجات الحلوة دي. وأول ما الأب ده داق الأكل راح قال: يا سلام، هو ده الأكل اللي يرم العظم واللي ما نعرفش ناكله في البيت أبدا. راحت مراته بصت له وقالت له: لا طبعا، ده سهل جدا وممكن بكل سهولة أعمله في البيت. راح رد عليها وقال لها: أنا أتحداك إنك تعرفي تعملي الأكل ده في البيت. راحت هي ردت عليه وقالت له: وأنا قبلت التحدي، بكرة هعملها وأنت تحكم بنفسك لما تدوقها. راحت تاني يوم على طول نزلت اشترت حتة موزة ضاني، إنما إيه حكاية، وعلى طول هتدخل في التتبيلة بتاعتها. التتبيلة عبارة عن ملح وتوم باودر وبصل باودر، ونزلت عليهم بحبة قرفة علشان تحلي الكلام. وبعد كده هتنزل ببودرة الزعفران علشان تخلي اللون تمام. وبعد كده هتحط فلفل اسود وبابريكا والسبع بهارات، وكمان هتحط عليهم روزماري، وهتنزل عليهم بزيت زيتون علشان تبقى كده التتبيلة تمام. وبعد كده تدعك الكلام ده كله مع بعض والتتبيلة بقت جاهزة. يا سلام. وبعد كده هتجيب الموزة الضاني وتبدأ تشفها من الدهون اللي ملهاش لازمة. وبعد كده يا حلوين، بعد ما شفت اللحمة ونضفتها من كل الدهون اللي فيها، على طول هتجيب السكينة وتبدأ تعمل فتحات في اللحمة علشان لما تنزل بالتتبيلة التتبيلة تدخل جوه اللحمة ويبقى طعمها جنان. وبعد كده يا حلوين، بعد ما عملت الفتحات في قطعة الموزة الضاني دي، على طول هتنزل بالتتبيلة. وعايزاكم تشوفوا الألوان بسبب بودرة الزعفران اللي حطها في التتبيلة. بجد يا سلام على الجمال، حاجة كده تخلي الواحد يجوع بجد. شايفين المنظر وشايفين الألوان؟ وبعد ما تبلت قطعة الموزة الضاني دي، قالت: أنا عندي في الفريزر كام قطعة لحمة كده، لما أجيبهم وأتبلهم كمان مع الموزة الضاني دي. وفعلا جابت اللحمة وبدأت تتبلها بنفس التتبيلة. وبعد ما تبلت قطعة الموزة وقطع اللحم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا حلوين، راحت قالت: انا كمان عايزة اعمل في فخارة الموزة الضاني دي شوية ورق عنب يكونوا محشيين بالخلطة الخطيرة زي المطعم بالظبط. فعلشان هي كانت شارية ورق عنب مسلوق وجاهز، فقالت لازم الاول هعمل له محلول نقع. عبارة عن ايه؟ شوية مية مغلية مع عصير ليمون. وبعد كده على طول هتنزل بورق العنب في المحلول ده، وهتسيبه لمدة ربع ساعة لغاية ما تحضر الخلطة الخطيرة. وتعالوا بقى لما نشوف الخلطة بتاعتها الجامدة دي. كوبايتين رز مصري غسلتهم كويس ونزلت عليهم بالطماطم المتسبكة من غير بصل، وبعد كده حطت عليهم بصل مفروم مع توم وفلفل، وبعد كده الخضرة الخطيرة مع معلقتين كبار من الصلصة ومعلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقتين كبار من الزيت. وبعد كده هتنزل بالبهارات، وبهاراتها عبارة عن ملح وكزبرة ناشفة وكمون وطبعا فلفل اسود، ومش هتنسى رشة جوز الطيب. وبكده يا جماعة الأكلة بقت خطيرة والحشوة بقت جاهزة معاها. شايفين اللون والمنظر؟ وهنا بقى بعد ما كان ورق العنب شالته من محلول النقع، صفته تماما من المية وبدأت تحشيه بالشكل ده. وهنا كانت خلصت كل ورق العنب وحشته كله. بعد كده جابت شوية خضار قطعتهم مكعبات، بطاطس على بصل على فلفل على طماطم على جزر، ونزلت عليهم برشة فلفل اسود مع ملح ودعكتهم بايديها. وهنا بقى جابت الفخارة الخطيرة دي وهتنزل بقى بكل المحتويات بتاعتها. الأول نزلت بشوية الخضار، بعد كده بقطع اللحمة، بعد كده هتنزل بصوابع ورق العنب الخطيرة، وبعد كده هيكون معاها كوبايتين من الرز البسمتي حبة طويلة، نزلت بيهم على طول كده فوق ورق العنب. وبعد كده هتنزل ببطل حدوتتنا الموزة الضاني. وبعد ما عملت الكلام ده كله ورصت الفخارة، هتنزل بكوبايتين ونص من الشوربة. وطبعا الشوربة دي متملحة كويس وفيها ورق لورا وحبهان ومظبطاها. وبعد كده هتقفل الفخارة الخطيرة دي بالعجينة بتاعتها وتقفلها نفس شكل المطعم بالظبط. وعلشان الفخارة دي تاخد لون حلو هتدهن الوش بحليب. وبعد كده هتزين الكلام ده كله بحبة سمسم متحمصين من فوق.
وبعد كده هنا جابت باقي ورق العنب حطيته في الطاجن الخطير ده، ونزلت عليه برضو بمعلقة كبيرة من دبس الرمان، وطبعا هتنزل عليهم بالشوربة الخطيرة. وطبعا هي حطت الفخارة طبعا على أرضية الفرن، وكانت متسخنة أول نص ساعة على درجة حرارة عالية، وبعد نص ساعة وطت النار على 200، وبعد ساعتين طلعت الفخارة بالشكل الخطير ده. وطبعا في الوقت ده كان جوزها وأولادها واقفين ومستنيين النتيجة، وعمالين يقولوا يا ترى هتنجح في الاختبار ده ولا لأ. وهنا بقى جات اللحظة الحاسمة، أول ما فتحت الفخارة وبدأت تقلبها انبهروا جدا، وكمان لما شافوا الموزة الضاني دايبة بالشكل ده. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ ولا قطع اللحمة اللي كانت مضيفاها، بصوا ازاي دايبة دوب. وتعالوا شوفوا الموزة كمان أكتر وأكتر ازاي دايبة، يا خرابي على المنظر، بجد تسلم ايديها. وطبعا كده هي نجحت تماما في الاختبار. وشايفين صوابع ورق العنب دايبة ومستوية ازاي. وتعالوا بقى لما نشوف الرز، كان مستوي والحبة بحبة ازاي ومتفلفل وخطير. وطبعا علشان تدلعهم وتديهم نفس تيست المطعم بالظبط، عملت لهم شوية ملوخية خضرة، انما ايه حكاية. وتعالوا بقى لما نشوف طاجن ورق العنب ازاي مستوي وطعمه خطير طبعا، المنظر والشكل واضح. وهنا بقى الأب وأولاده بدأوا يدوقوا وقالوا واو بجد خطير، الأكل طلع أحلى من المطعم بكتير. وهنا يا حبايبي كانت حدوتتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ياريت لايك كتير وشير كتير، وما تحرمنيش من كومنتاتكم الحلوة، وياريت تقولولي فكرة الحدوتة حلوة ولا لأ. باي باي.